خلصت رحلة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد مباراة تاريخية مع نادي بورتو. خلصت 4-4، وكان قدامه يكسب أول مباراة قدام انتر ميامي لولا إهدار الفرص وضربة الجزاء اللي ضاعت. بس احنا مش جايين نتكلم في الماتشات في فيديو النهاردة. صفقات كتير كانت قبل كأس العالم للأندية، ففيديو النهاردة هيبقى تقييم للصفقات على اللي أدوه في كأس العالم للأندية، وبرضه هناخد نظرة سريعة عن قائمة النادي الأهلي، مين اللي المفروض يمشي ومين اللي يطلع إعارة ومين اللي يكمل. فما تنساش في قناة فاز الجزر توصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ في مركز حراسة المرمى. محمد الشناوي، المفروض الشناوي بقى خلاص كده يريح شوية، وده وقت مصطفى شوبير. من وجهة نظري مصطفى شوبير هو اللي لازم يقف الفترة الجاية ويبدأ الدوري مع النادي الأهلي. وكمان في أخبار بتقول إن الشناوي عايز يطلع إعارة، جاي له عروض خليجية، عايز يطلع إعارة. فأنا من رأيي لو الكلام ده صح أنا موافق مع الرأي ده، الشناوي يطلع، مصطفى شوبير يجي وقته بقى دلوقتي. والبديل بتاعه بقى حمزة علاء او سيحة. حمزة علاء ماشي من النادي الاهلي، ففي سيحة ياخد برضه فرصة. فمن وجهة نظري لو العروض دي صح الشناوي فيطلع اعارة. خط الدفاع بقى نبدأ من الباك اليمين اللي محمد هاني. يعني في ماتش بورتو مش انا خايف يعني انا خايف اتشتم الصراحة، بس يعني هو بقى يعني من اول ما لعب العرضية لوسام هو من الفترة دي بدأ الماتش كويس. ما عدا غير كده لا، يعني انت ترجع الناشئين تاني يا اما تريح خلاص. فلازم النادي الاهلي يتعاقد مع باك يمين، وابرز المرشحين هو هشام صلاح اللي بيلعب اعتقد في البنك الاهلي دلوقتي، واحمد عيد اللي بيلعب في المصري. دول ابرز المرشحين لحد دلوقتي حسب الاخبار. فمن وجهة نظري لازم 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 الاهلي يتعاقد مع باك يمين، ومحمد هاني يريح على الدكة. حتى عمر كمال عبد الواحد ده اصلا مش مركزه، عمر كمال كان بيلعب مع المصري جناح، وعمر كمال يعني خلاص تقريبا هيطلع اعارة. الناحية التانية ناحية الشمال يحيى عطية الله مش هيتفعل له عقد الشراء. وكوكا يعني انا من وجهة نظري انا مش عايز اشوف كوكا تاني بيلعب باك شمال خلاص، ومفيش غير كريم الدبيس. فلازم لازم لازم النادي الاهلي يجيب باك شمال. هما تقريبا كانوا معتمدين على فتوح، يعني فتوح جدد مع نادي الزمالك. فدلوقتي لو شفنا في الدوري المصري يعني ابرز الباكات اليمين الموجوده كريم حافظ. الباك الشمال كريم حافظ بتاع بيراميدز، باك كويس جدا وكان محترف برضو. وفي محمد حمدي يعني اساسي في منتخب مصر في غياب فتوح. والكلام اللي طالع بقى على باك امبي محمد حمدي اللي كان راح الزمالك، بس الزمالك ما فعلش بند الشراء. وكمان الاخبار اللي لسه طالعه النهارده اللي النادي الاهلي بيتفق مع سيراميكا على محمد شكري يرجع نهائي النادي الاهلي. فلو محمد شكري رجع هيبقى اضافه كويسه للباك الشمال مع كريم الدبيس. فقول لي برضو انت من رايك مين يجي في الباك الشمال والباك اليمين. قلبين الدفاع الخدعة الكبيرة قوي والصدمة اللي تقريبا جاي سياحة، جاي يتصاب ويقعد، وجاي السياحة في مصر اشرف داري اللي مقدمش، يعني انا مش مقتنع بيه نهائي. فخلاص كده يتقال له شكرا جدا، ولازم الاهلي يجيب مدافع كمان بعد ما جاب بيكهام. ابرز المرشحين دلوقتي اللي بيتخانق عليه الاهلي والزمالك. الزمالك يعني ما فيش اخبار قويه بسبب السياسه بتاعت جون ادوارد اللي بقت خلاص ما فيش اخبار بتطلع. بس مع الكلام اللي بيطلع من الصحفيين اللي الاهلي والزمالك يعني بيحاولوا يتعاقدوا مع ياسين مرعي. ياسين مرعي اللي كان بيلعب في الزمالك ودلوقتي بيلعب في فاركو، مدافع كويس جدا وبان الموسم اللي فات كويس جدا. فلو الاهلي نجح يتعاقد معاه هيبقى كويس مع احمد بيكهام وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم اللي هو افضل لاعب في الاهلي لحد دلوقتي من وجهة نظري. يعني حرفيا احنا لسه في تاني خط، والاهلي محتاج 3 صفقات، باك يمين وباك شمال ومدافع. نص الملعب بقى حمدي فتحي اللي خلاص رجع تاني لنادي الوكرة. اليو ديانج اللي ما ينفعش يقعد نهائي خالص بعد اللي عمله في ماتش بورتو ده، ما يقعدش نهائي. الجوهرة دي ما تقعدش نهائي. يعني ده صفقات الاهلي قبل كاس العالم للانديه، ده الحسنه الوحيد، تاني حسنه بعد بن رمضان. دي جوهرة ما ينفعش يقعد تاني لأي حد. مروان عطية لازم يغير من لعبه، يعني يخليه بقى يطلع من نص الملعب اللي ياخد الكرة يبصيها في الجنب، يبصيها قدام، يرجع بيها ورا، ياخد الجرأة شوية ويتقدم ويبص قدام ويشوط. مروان عطية بقى له موسمين او 3 في الاهلي ما سجلش غير جونين او جون، والاتنين من ضربتين جزاء. فلازم مروان عطية يعني يراجع نفسه ويغير من لعبه، بلاش نص الملعب اللي هو بياخد الكرة يبصيها في الجنب. هتقولي ده لاعب شغلته اللي يقطع الكرة بس وما يبصيش قدام، امال اليو ديانج ده شغلته ايه؟ هو مروان عطية في الشغل قطع الكرة وعمل ماتش كويس قوي على ميسي مع انتر ميامي، بس لازم يغير من لعبه. بس اليو ديانج هيقعده دكة، فمروان هيفضل هيحاول يغير من لعبه. امام عاشور اللي النادي الاهلي بعد اصابته فقد 60% من قوته في نص الملعب.
امام عاشور يعتبر هو النادي الاهلي كله. محمد علي بن رمضان حسنة الاهلي في كاس العالم للانديه، افضل لاعب في الاهلي في كاس العالم للانديه. بعده اليو ديانج بعد اللي عمله في ماتش بورتو ده، من ماتش واحد انا اقول لك ده تاني افضل لاعب في كاس العالم للانديه للنادي الاهلي. محمد علي بن رمضان اللاعب اللي النادي الاهلي كان مفتقده اصلا لسنين كتير قوي، من ايام ابو تريكه او اللي عوض ابو تريكه شويه امام عاشور، ودلوقتي محمد علي بن رمضان. جونه كان حلو قوي في بورتو، حرفيا انا لسه بتفرج عليه لحد دلوقتي. معاهم بقى كوكا في نص الملعب. بالنسبه لقفشه خلاص كده، انت جبت لنا القضيه، جبت لنا بطوله افريقيا اللي كانت غايبه وغاليه، كل ده على راسنا وكل حاجه، بس خلاص بقى يعني مش الخوف من اللي جاي، ايوه الخوف اللي من بعد كده. فخلاص كفايه قفشه، شوف لك عروض، اطلع عاره، روح الزمالك، روح اي حته، كفايه قفشه كده، خلاص كده كفايه خلاص. نطلع بقى على الخط التالت على اليمين، حسين الشحات اللي خلاص يعني هو تقريبا خلاص فقد الشغف من بعد ما الاهلي اتعاقد مع زيزو. حسين الشحات خلاص يدور له على عروض، وفي كلام اللي جاي له عروض من الخليج. فاعتقد خلاص كده رحله حسين الشحات بتنتهي مع النادي الاهلي، وكمان في وجود طاهر وزيزو وتريزيجيه وبن شرقي ومحمد عبد الله كمان، هيبقى صعب لحسين الشحات يشارك بعد اللي عمله طاهر كمان الموسم اللي فات. زيزو تالت افضل لاعب في ماتش بورتو بعد محمد علي بن رمضان والي ديانج. لاعب بيتحرك في كل مكان، اضافه قويه للنادي الاهلي، بيلعب لك في اكتر من 4 مراكز، يمين شمال في نص الملعب، في صانع العاب، وممكن يلعب باك يمين كمان لو احتاجته. موت نفسه في ماتش بورتو، كان من افضل 3 لعيبه كان في الماتش، اضافه قويه للنادي الاهلي بجد، وهيبان اكتر في الماتشات في الدوري. ما بالك لعب ال3 ماتشات او الماتشين دول بالقوه دي في كاس العالم للانديه، وهو كان مريح شهور كتير قوي، فما بالك بقى لما يرجع في الدوري ياخد ماتشات كتير ومع السكواد الاهلي ده، هيبان بشكل كويس جدا. زيزو يعني اضافه للنادي الاهلي كبيره. الناحيه التانية تريزيجيه، المقلب اللي احنا خدناه، اللي كانت كل الامال محطوطه عليه في كاس العالم للانديه، بس من بعد اول مباراه، من بعد ضربه الجزاء، خلاص تريزيجيه رجع من امريكا على القاهره، يعني احنا بنلعب ناقصين، فلازم تريزيجيه يبدا يركز بقى. بن شرقي لما نزل في ماتش بالميراس عمل شوط تاني عالمي، لما نزل في ماتش بورتو عمل برضو دقايق عالميه وصنع الجون بتاع محمد علي بن رمضان. فاعتقد بن شرقي هيقعد تريزيجيه، وبن شرقي ممكن بس العيب بتاعه الوحيد اللي هو ما بيدافعش، بس بن شرقي كجناح كواليتي عالي جدا، ومن وجهة نظري هو افضل من تريزيجيه. فراس الحربة وسام ابو علي، لازم الاهلي يرفض كل العروض اللي جاله وسام ابو علي ويبقى على وسام ابو علي، علشان جاريت شار يعني مش شايفه المهاجم يبقى مهاجم للنادي الاهلي. فالاهلي محتاج مهاجم سوبر بنفس قوه وسام ابو علي، في نفس بيضغط، بيحب يضغط كتير، ما بيتعبش وبيرجع يدافع عادي، وممكن يجيب لك جون من نص فرصه كمان. فوسام ابو علي كان اضافه للنادي الاهلي، ولازم النادي الاهلي يحافظ عليه ويجيب مهاجم كمان بينافسوا بعض. فالدليل شامل كده عن تقييم الصفقات، يعني بالنسبه لي من الافضل الصفقات للاوحش في كاس العالم للانديه هو كان محمد علي بن رمضان، بعد كده اليو ديانج، زيزو، بن شرقي. اسوأ الصفقات بقى اللي اتعملت حمدي فتحي، ما بانش قوي في كاس العالم للانديه، كمان هو ما لعبش يعني. الصفقه التانية المقلب كان تريزيجيه، وبيكهام ما شفتوش غير في ماتش باتشوكا. عامه هو ماتش باتشوكا اللي ادى بشكل حد ما كويس. اللي يتقال لهم شكرا خلاص كعارة او بيع نهائي من وجهة نظري هم قفشه وحسين الشحات، وش الناوي يطلع اعاره. مهاني يعني يشوف له عروض او يقعد على الدكه، وكوكا ما ينفعش يلعب باك تاني خلاص، دي من وجهة نظري. فلو شفنا المراكز اللي النادي الاهلي محتاجها، الاهلي محتاج في ال3 مراكز بتاعه الدفاع باكين يمين وشمال ومدافع، وممكن مهاجم ينافس وسام ابو علي. فقول لي برضو انت من رايك ايه، لو وصلت لحد ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبس كده.